يبدو انه افراح مشجعي برشلونه مستمره. رونالدو الظاهره وافضل مهاجم في تاريخ كره القدم وصاحب هدف نهائي كاس العالم امام الارجنتين فيران توريس قرر مغادره نادي برشلونه. والله العظيم ذليتنا بالهدف. الواد محسسنا انه فعلا مهاجم ومهم كمان. على حسب التقارير اللي طلعت مؤخرا بتقول انه فيران توريس اخبر زملائه في المنتخب بانه سيغادر برشلونه، واخبر فيليك في اتصال هاتفي الاسبوع الماضي بانه لن يبقى في الفريق. الخبر اليقين طبعا اليوم اتى من فابريزي رومانو اللي بيؤكد انه توريس اتفق رسميا مع باريس سان جيرمان على الشروط الشخصيه وتبقى فقط اتفاق الناديين. لما تطلع ما تنسى تقفل الباب وراك، اصلا النادي ما ناقص عهد. والله العظيم يا شباب ده صيف عظيم جدا. منو اللي كان متخيل انه في نفس فتره الانتقالات برشلونه يتخلص من اراوخو بصفقه اعاره لليفربول، وتوريس لباريس سان جيرمان، وذهاب شتيجن لاياكس، ولا في الاحلام. وطبعا في انتظار صفقة الباريز المعقدة جدا، والاسبوع الجاي كل شيء بيتضح، بالاضافة الى الانتقال الحلم لرودري من مانشستر سيتي. الصفقة قريبة جدا وممكن نسمع الرسمي بعد ساعات من الان. وفي اخبار بتقول انه برشلونة كذلك بدأ يفكر في قلب الدفاع الجديد، ولكن ما افتكر انه الادارة حتشتغل على كل العمليات دي في نفس الوقت. وفي فترة اسبوعين كحد اقصى حتتضح كل الامور، وحنشوف وجوه جديدة بكل تاكيد في الفريق. ولو الاسماء اللي عايزة فليك كلها جات برشلونة، ده حيكون اعظم سوق انتقالات لبرشلونة في اخر 10 سنين.